هو ده المنطقي ان احنا نخرج من دور ال 16. المفروض اصلا كنا نخرج من دور المجموعات. ليه بقى؟ لان احنا عندنا اتحاد زي الزفت، عندنا اتحاد بيدور على مصلحته، عندنا اتحاد داخل الاتحاد علشان مصالح شخصيه مش عشان مصالح المنتخب او الكره المصريه، ما عندناش بلان نمشي عليها. عندك الفرق الافريقيه اللي اقل منك عندها بلان ومشيت عليه زي موريتانيا وغيرهم ومكسرين الدنيا دلوقتي. عندك مدرب زي الزفت، هتطلع تقول لي ده العيب في اللعيبه؟ لا والله، عندك لعيبه كويسه، عندك لعيبه رجاله، واولهم مصطفى محمد، راجل ابن راجل على راي ابراهيم فايق. الراجل ده عمل كل حاجه، ما بخلش على المنتخب المصري بنقطه عرق. عندك تريزيجيه، يعني والله العظيم اكتر لاعب صعبان عليا. عندك عمر مرموش، عندك امام عاشور، عندك مروان عطيه، عندك حمدي فتحي، عندك الناس دي كلها تعبت وعملت اللي عليها. والله العظيم الناس دي تعبت وعملت اللي عليها، انما ما عندهمش مدرب كويس. انت عارف احنا كنا بنتفرج على الماتش امبارح، الواحد بيتفرج على الماتش كاننا بنلعب ضد فرنسا. اللعيبه خايفه تهاجم، اللعيبه خايفه تعمل اي حاجه، مفيش جمله اتعملت من اول البطوله. عايز منتخب زي ده يكسب، عايز منتخب زي ده عنده مدرب عار وعنده اتحاد كره عار يكسب، اكيد مش هيكسب. اكيد مش هيكسب، لان بقول لك من جد ويد ومن زرع حصد. انت ما عملتش حاجه، انت ما كانش في شكل المنتخب من اول البطوله. انت صعدت كده، مشيت معاك كده ليه؟ علشان عندك شعب عمال يدعي يقول يا رب. انما كاتحاد كوره المفروض اصلا شوف استقالات، يعني المفروض احنا صحينا الصبح نسمع استقالات لاتحاد الكوره كله. حازم امام ده راح اختار مدرب ما نعرفوش هو مين. لما نلعب قصاد الكونغو الديمقراطيه مش عارفين نعمل هجمه، يبقى عار على المنتخب المصري وعار على الاتحاد المصري. لما بنلعب قصاد الكونغو الديمقراطيه كاننا بنلعب قصاد فرنسا ولا الارجنتين اللي حصل على كاس العالم، يبقى عار علينا كلعيبه وعار علينا كاتحاد كوره. ازاي مش عارفين نلعب قصاد غانا؟ مش عارفين نلعب قصاد موزمبيق الراس الاخضر؟ وما عدناش كمان من الكونغو الديمقراطيه. وايه، كنت عندكم تفاؤل ان احنا نكرر السيناريو 2021 ونوصل للنهائي؟ نهائي يا ابو نهائي. نهائي ايه؟ نهائي ايه يا حبيبي؟ اذا كان انت ما عندكش خطه تمشي بيها في الدوري المصري، ما عندكش خطه تمشي بيه، عايز تكسب يبقى قابلني شفت بطوله بعد كده.